اتعلمت بايثون سيكوال باور بي اي ولسه مش عارفة اطبق. مشكلة بتقابل دايما محللين بيانات في بداية مشوارهم، وهو ان انا اتعلمت التكنيكال سكيلز او المهارات التقنية ولسه مش عارف اطبق تحليل البيانات على الداتا اللي معايا. المشكلة مش في انك مش عارف تستخدم الادوات، المشكلة انك ناقصك الترتيب. ونصيحتي هي افهم البيانات، والفهم هنا مش بتكلم عن الادوات، انا بتكلم انك تفهم انواع البيانات والمصادر اللي بتيجي منها وازاي تتعامل معاها في حالة إن هي محتاجة معالجة. أنت بتبني عقلية محلل بيانات وبتجهزها إن هي تتعامل مع أي داتا حتى لو لأول مرة. تاني حاجة وهي ابدأ اتدرب على الأدوات من خلال تطبيق على بيانات حتى لو كانت من مصادر مفتوحة. مش لازم تحترف كل الأدوات، الأهم تعرف أنهي موقف بتحتاج تستخدم فيه الأدوات دي. في فرق إنك محتاج النهاردة تستخدم سيكوال، أو إنك محتاج تتعلم بايثون، أو إنك تستخدم الباور بي أي. كل أداة ليها مهمة معينة، ما تشتتش نفسك إنك عايز تتعلم كله، ولكن اتعلم اللي هيساعدك في أول الطريق وطور نفسك مع الوقت حسب الحاجة اللي انت بتقابلها في المشروع اللي معاك. وبكده انت نجحت في نص الطريق. بفهمك للداتا وامكانيات الادوات اللي معاك هتقدر تشوف السوق بيتوجه لانهي مجال وتروح تتعلمه او تتدرب على بياناته. عشان كده عملت لك مشروع حقيبة تحليل البيانات، مشروع عملي بيقدم لك تطبيق عملي على مجال تحليل البيانات في مشكلة بيزنس معينة. من خلالها هتقدر تفهم ازاي بتحل مشكلة البيزنس، وازاي بتجاوب على سؤال البيزنس الصح، وازاي تستخدم ادواتك وتطلع مشروع فعلا يفيد البيزنس، وتقدر ان انت تقدمه في بورتفوليو قوي يثبت مهاراتك. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن المشروع هتلاقي اللينك في البايو.